يا صباح الخيرات والهنا والنعيم، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. ازيكم يا غاليين؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين بقى، قمت من النوم دماغي ممسوحه، مش عارفه اعمل اكل ايه. فقلت احتياطي ايه، طلعت كيس لحمه وكيس طماطم من الفريزر من اللي انا مصلصاها، وقلت ها يا مسهل تجي على بالي الوحي ينزل عليا ولا حاجه وافتكر. المهم وفعلا يا حبايب ايه، جه في بالي بقى ان انا كان عندي باميه، كنت جايباها قبل العيد وكنت مقمعاها ومظبطاها وشايلاها في الفريزر، وكان عندي برضو ملوخيه كنت جايباها مقطفاها ولفاها في فوطه كده وحطاها في التلاجة من تحت عادي، مش حطاها في الفريزر. فقلت يلا كده ايه اتحلت، قمت مطلعه سلقه اللحمه، سبتهم بره فكوا شويه. إيه، انا لسه هشيل من عليها من على وشها الريمه تاني، انا شلت مره وبستنى ايه ما بلاقيها طلعت تاني كده بشيلها تاني. هشيل بقى من عليها الريمه اللي عليها دي كلها، وحطيت لها بصلايه وورق لورا وحبهان وفلفل اسمر وبهارات لحمه، ما حطيتش طماطم ولا جزر ولا حاجه المره دي في الشوربه. يعني اذا ما تقولوا كده اكل تعبانين، انا كان عندي دور، خدت دور غريب قوي بجد. بعد تاني يوم العيد بالظبط ابتدى يجيلي صداع جامد، صداع بس مش بعطس ومش عندي برد ولا اي حاجه، وتقطيع في جسمي يا جماعه، مش وجع، حاسه ان جسمي كأن حد مسك سكينه وبيقطعه، وخصوصا رجليا الاتنين، من فوق الركبه. ما كنتش عارفه ادوس على رجلي، والله بجد حرفيا انا كنت بقوم اعمل الاكل واجري. اقعد ما كنتش قادره اقف خالص على حيلي، ورحت كشفت فعلا تاني يوم العيد الساعه 12 ونص بالليل كده، رحت كشفت لاني خلاص كنت بعيط زي العيال الصغيرين. الحمد لله على كل حال. زي ما انتم شايفين بقى، بصوا اصلا البوتاجاز كان متبهدل، واتبهدل مني كمان وانا بعمل الصلصه واللحمه وكده، الصلصه طرطشت عليه، قلت مش مهم اخلص اكمل الغدا وبعدين اظبط البوتاجاز، لان كنت متاخره، يعني كنا دلوقتي زي الساعه 4:30 كده، ما كنتش قمت من مكاني عملت اي حاجه، قلت اقوم اعمل لهم اي اكل ياكلوه. حتى احنا كنا بعيش في اليوم ده، ما عملتش اي حاجه تانية جنب الاكل ده، هي الباميه وشويه الملوخيه واللحمه وبس وشكرا. زي ما انتم شايفين كده، عملت حمرت بصله ونزلت معاها بفصين توم وقرن فلفل حامي او بارد زي ما انت عايزه، وبعد كده نزلت عليهم الطماطم لما اتصلصت، نزلت عليها الباميه. مش عارفه هي ليه لونها باين في التصوير مش حمرا، هي كانت في الحقيقه حمرا عن كده، حتى بصوا لما غرفتها في الاطباق مش باين ان هي حمرا. مش عارفه، ممكن هي تصوير التاب اللي انا بصور بيه، انا بصور بتابلت ما فيهوش فلاش، فممكن يكون هو اللي بيخلي الاضاءه منها مش قوي، مش مبين الالوان. المهم زي ما انتم شايفين، اما اللحمه اتسلقت خدت منها حطيت مع الباميه، وعملت شويه ملوخيه وجبنه ليمون بقى عشان خاطر الباميه، وحطيت كمان مخلل وبس، قعدنا اتغدينا زي ما قلت لكم، كلنا بعيش بس. بعدين قلت لا ما بديهاش، يعني انا مش مستحمله صراحه شكل البوتاجاز ولا شكل المطبخ كله، فقلت لا انا هقبط الدنيا. بصوا المطبخ بتاعي قبل ما امد ايدي في اي حاجه، انا بصور لكم والله زي ما هو على وضعه، يعني مش هقعد احنتف بقى والم الحاجه قبل التصوير وارجع اقول لكم اصل المطبخ اصلا كان متبهدل وانا روقته. لا، المطبخ متبهدل فعلا اهو، وانا ما روقتوش ولا عملت فيه اي حاجه. هحاول اثبت بس الكاميرا واشوف هبتدي منين، ما كنتش عارفه ابتدي منين صراحه. فقلت لا يلا بقى ايه، ما احاول كده ايه اشيل من قدامي بس الكركبه، لان البوتاجاز كان متبهدل قوي زي ما انتم شايفين، كان في عين مفار عليها التسبيكه وكده، اتبهدلت جامد وانحرقت على ما خلصت الاكل بقى يعني احنا خلاص كنا اتغدينا وخلاص بقى، قعدت شويه وقلت لا ما بدهاش بقى، اشوف اللي ورايا علشان خاطر انجز. فابتديت ارجع كل حاجه في مكانها، يعني المقص مثلا ما كانش محطوط في مكانه رجعته، اللي ملوش لازمه رميته. وقلت امسك الرخامه اللي هي جنب البوتاجاز دي، اللي هي جنب الحته بتاع اللي انا عاملاها زي كافي كورنر كده، انضفها، هي بالنسبه لي كانت انضف مكان في المطبخ صراحه، علشان ارفع عليها انقل عليها اي حاجه عايزه اشيلها بقى من على رخامات المطبخ اللي هناك او كده، اقوم جايباها هنا الصواني الحاجات دي. فمسحتها الاول كده عشان اطمن ان هي نظيفه، عملتها الاول بالسبونشه وشويه بريل، وبعد كده نشفتها بالفوطه. وبعدين قلت اخد كمان الرخامه بتاعه الشباك بتاع المطبخ اللي هي البار، برضو دعكتها هي كمان. انتوا عارفين بقى الرخام الاسمر بيبان فيه اي شويه تراب، اقل نقطه لحوسه كده تلاقيها بهدلته، فمسكته برضو بالسبونشه كده دعكته، يعني غسلته وبعدين نشفته. هتقولوا بقى احنا لسه عاملين تنظيف عميق مثلا للشقه كلها عشان العيد. اه طبعا ده مش تنظيف عميق، ده عشان ايدي اتشالت بس ان انا اعمل في المطبخ كده، اتشالت من المطبخ يومين ما عملتش فيه حاجه، فوصل للحالة دي، فكان لازم ان انا اظبط الدنيا. فزي ما انتم شايفين اللي بدعكه برجع فيه الحاجة بتاعته كلها واظبطها فيه، عشان الدنيا ما تبقاش متكركبة عندي على الرخامة اللي هناك.
كنت بفكر اغسل المواعين الاول وارص الحاجات دي، وبعدين قلت لا، انا هشيل الاول المواعين النظيفه كلها ارجعها مكانها الاول قبل ما اغسل المواعين اللي في الحوض. المواعين كمان ما كانتش كتير، فقلت انا عامل الحاجات اللي انا حاسه ان هي ايه، يعني محتاجه مني نور وكده وميه كتير علشان خاطر الكهرباء، ايه، وقت قطع الكهرباء. فانا كنت بنجز بسرعه كده عشان ايه الحق وقتي. فابتديت ارص كل المواعين اللي كانت مغسوله ومتسابه تتصفى يعني. كانت مغسوله من قبل، من بالليل، وكان في حاجات من الفطار الصبح والغدا طبعا. البرطمان ده كان فيه الترمس وخلاص نقلته بقى، كان فاضل حبه صغيرين فنقلتهم في برطمان صغير على قدهم. بس باخد بقى كل حاجه، بصوا كده على طول ارجعها في مكانها، فالدنيا برضو ايه تروق من قدامي شويه، لان الرخامه كنت حاسه ان هي زحمه قوي. ابتديت بقى ايه، كان عندي كمية معالق كتير قوي وسكاكين مغسولة، فمش عارفة تقريبا ما كانش فيه في الدرج اصلا الا معلقتين ولا حاجة وكام شوكة كده. فقلت اطلع اللي هو الحامل بتاع المعالق اللي في الدرج، انظمه بقى بالمرة، بما ان بصوا كل ده كان مغسول، ما بقول لكم يومين بقى مواعين بتتغسل وبتتحط وما بتترصش. فاخدت كل حاجة ابتديت ارجعها في مكانها. واللي مش في مكانه محطوط وده مش مكانه بقيت ارجعه مكانه تاني حسب ما انا ايدي بتحطه. اهو زي ما انتم شايفين كده، فهرصهم وارجعهم في الدرج تاني. الادراج رايقه والظرف رايقه وتمام، بس الدنيا من بره بس هي اللي كانت متبهدله. وزي ما بقول لكم مواعين بتتراكم كده فوق بعضها مغسوله. الحمد لله يعني ان هي مش مش مواعين وسخه، لا ده مغسوله. بس محطوطه على الرخامه برضو منظرها مش احسن حاجه. فابتديت ارجع كل حاجه مكانها وارص كل حاجه في الفتحه بتاعتها، ورحت مرجعه تاني الحامل بتاع المعالق والحاجات دي في الدرج بتاعه زي ما هو. والسكاكين انا بحطها في الرشاقات بتاع التربو نفسه اهو، بصوا حطيته في الدرج، واحط السكاكين في مكانها بقى في الرشاقات بتاعتها. بس كده. وكمان المضرب مكانه هنا كده. بصوا الدنيا بتروق من حواليا، بجمع بقى كده الحاجه اللي انا ايه عايزه اشيلها كلها مع بعضها. البرطمان بتاع الترمس دوت والعلبة كمان اللي معاه كنت سايباها عشان كنت هحط فيها السكر، وبعدين قلت مش وقته بقى يعني، خليني اروق بس الاول عشان ما اتعبش واسيب نص المطبخ واطلع مثلا. فابتديت اشيل بقى لو عيش موجود مكان الغدا. اي حاجه ملهاش لازمه شلتها. شلت كمان الحلل من على البوتاجاز اللي فيها بواقي الاكل بتاع الغدا. وقلت عشان انضف البوتاجاز كمان، بس الاول هغسل الرخامه اللي هناك. انا بس عملت الحاجات اللي انا حطاها على الشاشه دي عشان انا مش بحب ظهري كله كده يبقى باين في للكاميرا. وهو التصوير كان جاي معايا كده ان ظهري كله للكاميرا، بس انتوا شايفين يعني انا بعمل ايه. انا دعكت الرخامات، وكمان فوق الفرن الكهرباء دوت نضفته، والحامل بتاع البهارات والحاجات دي رجعت كل حاجه مكانها تاني. وكل حاجه كانت على الرخامه بعد ما بمسحها برجعها تاني عشان ما كركبش الدنيا كلها عليا، يعني انا بمسك جزء جزء اعمله. عندي كمان صينيه الفطار، مكان الفطار كانت لسه محطوطه ما اتشالتش، وقلت بقى اطلع حته سلكه واطلع كيسه اعبي فيها اي حاجه هتطلع معايا وانا بنضف. فاطلع حته سلكه بقى عشان البوتاجاز زي ما قلت لكم كان متبهدل قوي. فانا عندي السلك الناعم دوت بينضف احسن 500 مره من الاستانلس بحيث ان هو بيجرح بتاع السطح بتاع البوتاجاز. فجبت ايه، بصوا مش من غير اي منظفات، انا جبت شويه بريل من بتاع المواعين. اللي انا عندي ده اسمه ايه، اسمه ليدر، اسمه كده. كان جاي مع عرض بتاع اريال، يعني مش اريال، بتاع مسحوق غسيل اسمه ليدر، وكان هو العرض محطوطين كده الاتنين في شبكه. المسحوق ومعاه ازازه بتاع اللي هو المواعين دوت، صابون المواعين ده. عشان انا بقعد اقول بيريل وحاجات من دي، وفي اغلب الحاجات دي مقاطعه، فانا مش بابا اقصد المنتج باسم الشركه دي. انا اقصد الاسم الدرجي اللي احنا تعودنا عليه، ان احنا بنقول على صابون المواعين بريل، وبنقول على اي كنا بنقول على اي مسحوق غسيل اريال. فيعني معلش حسب ما لساننا متعود، بس انا الحمد لله من زمان مش ماليش في الاريال خالص. كنت بحب برسيل، وبعدين بعد المقاطعه بقيت بجيب اوكسي. من قبل المقاطعه والله انا بحب اوكسي، والليدر ده زوجي جابهولي لقيته حلو برضو وريحته جميله وبينضف وجميل. مش عارفه كان جايبه بكام، وكان عرض مع بعضه. المهم زي ما انتم شايفين كده، مسكت الحوامل غسلتها زي ما انا واقفه كده في مكاني، وبعد كده بمسك الطربوش بتاع العيون والعين نفسها، اغسلهم واحط ايه جنب الحوامل عشان اشطف ده كله مع بعضه. قلت ايه، اسيب البوتاجاز يبوش شويه مكان البريل اللي نزل عليه، واخد بقى الحوامل اشطفها هي والعيون والطربوش بتاع العيون والحاجات دي، واحطهم على فوطه يتصفوا على ما اغسل البوتاجاز يكونوا هم اتصفوا.
يعني ايه، ضربت عصفورين بحجر، سبت البوتاجاز يبوش من المسحوق اللي نزل معايا وانا بغسل الحوامل والعيون والحاجات دي، وسبت دول كمان يتصفوا. فهشطفهم كويس واسيبهم على جنب هنا يتصفوا عشان يبقوا بيلمعوا كده وحلوين. وبعدين اروح بقى على البوتاجاز اخد ودي معاه بشكل ودي. انا سبته شويه علشان كده، إيه، علشان العين اللي كان فاير عليها الصلصه ديت تفك، الناشف اللي فيها يطلع. والله وما شاء الله لا قوه الا بالله، طلع على طول من غير بقى ما استعمل اي اللي هي البتاع اللي بيجيبوه ده اسمه ايه، ما بحبوش انا. والناس كلها بتشكر فيه الا انا، مش عارفه ليه. السترس ما سبحان الله، يعني لما جبته بقى بيجير وبيخلي البوتاجاز كده مطفي، ما حبيتوش خالص والله. مش عارفه الناس بيشكروا فيه على ايه بصراحه، وغالي قوي. ومن كتر ما الناس تقريبا بيشكروا فيه هو غلى ولا ايه مش عارفه. هو احنا كده لما نقعد نتكلم على حاجه يغلوها. إيه، ربنا يستر على البريكس بقى. هو انا بحب البريكس بس برضو ماليش فيه يعني قوي، بجيبه ممكن للمسح بس عشان ريحته حلوه. إيه، انما البريل بتاع المواعين وفى يعني وكفى. عارفين لو بس لقيت الاتساخات اكتر من كده او محروق او في حاجه، كنت رشيت عليه باور بسرعه كده وقمت غسلاه، عشان برضو الباور ما ياثرش على اللمعه بتاعه البوتاجاز. وبرضو هو انا البوتاجاز بتاعي مش لامع، انا البوتاجاز بتاعي برضو ما يعتبرش لامع، يعتبر مط. في ستانلس بيبقى بيلمع عن كده، لا انا بوتاجازي لا، ملوش لمعه قويه. هو من يوم ما جبته وهو كده. بعد ما غسلت بقى لقيت حته عندي ما كانتش طلعت كده، قمت غسلاها تاني في جنب العين اللي هي كانت مغلباني ديت، وقمت واخده برضو المفاتيح بتاع البوتاجاز والفرن، باب الفرن، ومن جنب البوتاجاز كمان الجزء اللي بيبقى باين من جنب البوتاجاز كله الاستانلس دوت، غسلته هو كمان. وببتدي بقى اشطف زي ما انتم شايفين كده، بشطف الفوطه وارجع اعمل بيها، اشطف وارجع اعمل بيها. بس بعد ما لمعته وهجيب له فوطه ناشفه، واقوم عامله ايه بقى، واخده معلقه خل كده كبها عليه بفوطه ناشفه مش مبلوله. بصوا المبلوله في ايدي التانية اهي لو انتوا تلاحظوا، واروح ملمعه بيه كده في الاخر خالص، بيدي لمعه حلوه للبوتاجاز وللمرايه كمان. انا عملت على فكره المرايه كمان بس هي مش جايه، الكاميرا مش جايباها قوي. خلاص هرجع بقى كل حاجه كانت اتصفت، ولو كنت بمسك حاجه والاقي فيها ميه كنت بنشفها كده بالفوطه اللي في ايدي. وارجع احطهم تاني مكانهم. اهو الطرابيش حطيتها وحطيت عليها العيون كمان. آه، وبس. وهقوم حاطه الحوامل ويبقى كده البوتاجاز الحمد لله تمت المهمه على خير. كده اقدر اقول ضن يعني بقلب جامد. خلاص الفوطه اللي كنت بنشف عليها حاجه البوتاجاز بحب احطها على جنب كده تتنشف على ما اخلص خالص اللي ورايا. المواعين بقى بصوا ما كانتش كتير يعني، هو البراد، الطبق اللي كنت حاطه فيه البريلا وانا بغسل، الطبق بس كده مكان الولاد كانوا بياكلوا، والحله دي كان لازق فيها من تحت كده مكان الباميه. انا كنت واقفه بكلم بنتي على فكره. كان لازق فيها كده مكان الباميه من تحت، فانحرقت الولاد زي سهوا عنها كده وهم بيسخنوا عشان ياكلوا، فاتلسعت كده من تحت. بس انا نقلت الباميه على طول في حله تانية وقلت اغسل دي. فنقعتها شويه باشت وقمت عاملاها كده بس بالمعلقه طلعت على طول وبقت تمام يعني، وبالسلكه بقى ورحت ملمعه على طول الاستانلس. ما شاء الله لا قوه الا بالله، مريح في غسيله ومريح في استعماله يعني بفضل الله والله. ما ندمتش ان انا جبت النوع ده، اسمه عبود على فكره، حلو قوي. بس هبتدي بقى اشطفهم. بصوا ما لحقتش يا فرحه، ما تمت الكهرباء قطعت، ورجعت قعدت استنيت ساعه، وبعدين فلقيت الحاجه اللي كانت مغسوله وعليها صابون، الصابون لازق عليها. رجعت مسكت الحاجه اللي انا ما لحقتش اشطفها، غسلتها تاني علشان خاطر الصابون اللي لازق عليها يطلع، وحطيتها بقى تتصفى في المصفى بتاعه المواعين. علشان خاطر ايه، بصوا ما كانش ينفع ان انا اشطفها كده على طول، كنت حاسه ان الصابون لازق عليها وشكله وحش قوي. وازازه الميه دي كانت فضت كده وقت ما الكهرباء كانت قاطعه، انا بحاول ايه كل ازازه تفضى قبل ما اغسلها، قبل ما املاها اغسلها. فغسلت الازازه كويس ومسكت الغطا كمان بتاعها من جوه ومن بره غسلته. بس كده هسيبها بقى للولاد يملوها. وعين كل حاجه، رجع كل حاجه مكانها، كل حاجه ده مش مكانها. او مش انا مش هستعملها دلوقتي او خلاص خلصت استعمالها، بحاول ارجعها مكانها. فبصوا كانت بنتي بقى واقفه بتكلمني، فانا عملت اللي انا عاملاه، اللي انا بحطها على الشاشه ده، عشان هي كانت واقفه من غير الحجاب، هتفضل واقفه معايا تكلمني وكده، فما خدتش بالي وقتها ان الكاميرا جايباها. فمسكت بقى الحوض بالسلكه كده قبل ما ارميها، حته السلكه اللي انا بطلعها بخلص بيها وارميها، لان هي بتصدي، احنا عارفين السلك ده بيصدي. فعشان ما تبهدليش الدنيا ولا حاجه، اخلص واروح غاسله بيها الحوض والحنفيه واروح رميها، لان بتلمع الحوض وبتلمع الحنفيه والله خالص. وغسلت كمان الرخامه بتاعت الحوض، هي اللي كانت فاضله بقى، انا غسلت خلاص الرخامات التانية. ما بنساش طبعا المصفى دي كمان، دي المصفى اللي بتبقى جوه الحوض ذات نفسه، برمي بقى اللي فيها واغسلها غسله كويسه. خلاص بعد ما غسلت هبتدي اشطف بقى كل البريل اللي عندي دوت او زيت الصابون اللي عندي دوت.
علشان خاطر انشف الجزء ده وتبقى الدنيا خلاص نظيفه وزي الفل. ابص انا عامله معايا فوطين، واحده مبلوله وواحده ناشفه. المبلوله بزيح بيها الميه الزياده، والناشفه بلمع بيها في الاخر بقى الحوض والرخامات والحاجات دي. ما كنتش واخده بالي ان الكاميرا اللي انا حاطه بتاعه الصابون دي قدام الكاميرا، معلش. بس هي مش باين، مش معاكسه قوي، بس برضو يعني اهو بشطف الفوطه وارجع اعمل بيها تاني. بس هرجع اكمل الناحيه التانية واحط كل حاجه في مكانها. البانيو دوت بحط فيه بقى الازازه بتاعه زيت الصابون، وبحط فيه الفرشه اللي هي بتاعه الحوض ديت، وبحط فيه كمان اللي انا بغسل بيه ايديا، اللي هو الغسول بتاع الايد او الشاور. او بصوا انا معلقه الفوطه فين. خلاص الجزء ده نضف وبقى زي الفل زي ما انتم شايفين. البوتاجاز بيدعي لي اهوت، الحمد لله بقى زي الفل. ربنا يا رب يديم علينا نعمه وفضله بالصحة والعافية. عشان كده يعني نراعي بيوتنا وولادنا. خلاص بقى كده مش عايزاهم يقربوا من البوتاجاز ولا يعملوا اي حاجة عشان ما يبهدلوهوش ولا يوسخوه. ده الجزء بتاع الكافي كورنر اللي طالع من العلبة دي. باكيتات الشاي بتاعتي هي كبيرة شوية فمش عايزة تقفل الغطا كويس، فمش مهم يعني، هي كده كده متغلفة جوه ورقة تانية غير الباكيت. الجزء ده كمان اتمسح واتنضف لما زي ما انتم شفتوا معايا فوق وتحت. بلمع كده معايا الظراف بالمره. والجزء ده سايبه المواعين لما تتصفى واشيلها، واتمسح هو كمان بالفوطه ونشف وبقى زي الفل. كده بقى لو حد دخل المطبخ تاني، بص انا خلاص هقفل الباب بالمفتاح وانا طالعه عشان ما حدش يدخل تاني. بس انا كده ارتحت بقى يا جماعه والله، وحسيت ان حمل كبير اتشال من على قلبي لما رجعت مطبخي نضيف تاني. وبس ما تنسوش اختكم بلايك. انا بحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه يا حلوين.